السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معاكم في وصفة جديدة. وصفة النهاردة بإذن الله هنعمل طاجن بامية باللحمة المفرومة. وإن شاء الله بإذن الله مكونات الوصفة معانا: بامية، صلصة، عصير طماطم بس ده فروزنج معانا، كنا مفرزينه، ودي لحمة مفرومة متعصجة، بصل، معانا هريسة، معانا بوري طماطم، ومعانا فصين توم، ومعانا ليمونة. دي مكونات وصفتنا إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا ييسر وتنول إعجابكم. وهنبدأ دلوقتي نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل إيه. زي ما حضراتكم شايفين حاطين طاسة تسخن كويس جدا، وكل ما طبعا الحاجة اللي احنا هنستخدمها تكون سخنة ده طبعا بيفرق معانا في الوصفة جدا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ ننزل بمادة دهنية، معلقة سمنة مع شوية من الزيت. وحسب الاختيار، كل واحد زي ما هو عايز، ممكن يستخدم سمنة بس، زيت بس. أنا بفضل إن أنا أستخدم الاتنين مع بعض. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين السمنة هتبدأ تسيح، وهنبدأ نستخدم مكوناتنا. زي ما حضراتكم شايفين السمنة بدأت تفك، عشان طبعا زي ما قلنا الطاسة سخنة كويس جدا، والسمنة سخنت. هنبدأ ننزل بالبصل بتاعنا. زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي نزلنا بالبصل. احنا مش هنستنى البصل يدبل او نحمره، احنا هنقلبه تقلبتين كده سريعا زي ما حضراتكم شايفين. هنقلب البصل بتاعنا. احنا طبعا عشان مش عايزين الاكل يبقى يحرق الصدر او الكلام ده، فطبعا احنا مش هنحمر البصل قوي، يدوب بس تقلبتين خفاف كده في السريع. هننزل بفصين التوم برضو، نقلب تقلبتين سريعا، يدوب كل المكونات تتجانس مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. تمام كده أوي. هنبدأ ننزل بالبامية بتاعتنا برضو، هنقلب كل المكونات مع بعض تقلبتين سريعا. يدوب بس احنا بنحاول نمكس المكونات كلها مع بعضها. ودي طبعا الحلة دي فيها شوربة بتغلي زي ما حضراتكم شايفين، هنستخدمها في البامية بتاعتنا. سيبها دقيقتين كده على النار بحيث ان المكونات كلها تتمكس مع بعضها وتاخد من سخونية الطاسة بتاعتنا أو الحلة اللي احنا بنشتغل فيها زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ حاليا ننزل بالهريسة وبوري الطماطم، وبرضو نقلب تقلبتين، المكونات كلها تتجانس مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نجيب الليمونة بتاعتنا اللي هي متفتحة ونحطها برضو على البامية، تنكه معانا البامية. طبعا هيبقى طعمها كويس جدا مع البامية، مش هتمرر. ناس كتير هتقول ما هتمرر، لا احنا مش هتمرر خالص. وزي ما حضراتكم شايفين احنا مفتحينها بس فتحات كده بالسكينة عرضية، مش مخلين الليمونة كلها متقطعة. هنبدأ ننزل حاليا بعصير الطماطم. أو ممكن حضرتكم طبعا، هو عشان كان عندي في الفريزر، فممكن لو مش متاح في الفريزر يبقى وقتي هيبقى فريش نردوسي، يعني مش لازم يبقى متفرز. وهنبدأ حاليا نحط الشوربة بتاعتنا على البامية زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا. هنبدأ ننزل بالشوربة بتاعتنا. طبعا احنا حاطين الطواجن بتاعتنا او الطاجن، لو طاجن واحد او هنعمل على عدد الافراد الاسرة، فهنبقى حاطين الحاجة اللي هنعمل فيها هنحطها في الفرن تسخن كويس جدا، بحيث ان هي
لما نيجي نحط الحاجة في الطاجن، يبقى الطاجن بتاعنا سخن طبعا. بعد ما ال- البامية زي ما حضراتكم شايفين بقت بالشكل ده واستوت، هنبدأ ننزل عليها بكمية اللحمة المفرومة بتاعتنا المتعصجة. هنقلب كويس جدا المكونات ونبدأ نعبيها في الطواجن. أيوة زي ما حضراتكم شايفين كده بدأنا نقلب وتتجانس كلها مع بعضها. هنا طبعا هنبدأ لمرحلة الطواجن. زي ما حضراتكم قلنا قبل كده إن الطواجن طبعا بتكون سخنة جدا. هنبدأ ننزل بالبامية بتاعتنا ونعبي الطواجن زي ما حضراتكم شايفين. بنحط الحاجة طبعا، سخونية الطاجن بتحافظ على درجة الحرارة بتاع البامية، مش هتبرد وترجع تسخن تاني، فده بيسهل علينا موضوع إن هي تشتغل معانا في الفرن على طول، وتسهل علينا موضوع السوا وتأثر معانا الوقت. زي ما حضراتكم شايفين كده عبينا طواجن أو بنعبي الطواجن. هنكون مشرحين طبعا طماطماية شرايح وليموناية، هنحطهم على وش الطاجن زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بعد أما نكمل تعبية الطاجن كويس كده. أو ممكن طبعا نستغنى عن العدد ده كله يبقى طاجن واحد، هي بتبقى حسب الرغبة. كل واحد طاجن ممكن يبقى طاجن واحد. وهنبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده نظبط الطواجن بتاعتنا. طبعا نسينا نقول إن احنا طبعا تبلنا البامية بكزبرة ناعمة وفلفل أسمر وملح جدا، أو ممكن نستغنى عن الملح ونحط مكعب مرقة لو الشوربة بتاعتنا متملحة كويس. فطبعا هنظبط الملح حاجة بسيطة. وزي ما حضراتكم هتشوفوا كده دلوقتي بنبدأ نرص شرايح الطماطم زي ما حضراتكم شايفين على وش الطاجن هو. والتالت هنحط عليه برضو نفس القصة شرايح الطماطم، وهنحط شرايح الليمون على الوش برضو الطاجن التالت. وبعد كده هندخلهم الفرن، هندخلهم